وزير الفلاحة كشف أن الماشية في المغرب بخير، والإحصاء الوطني يحدد حجم القطيع والدعم للكسابة. أكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن الحالة الصحية ديال الماشية في المغرب مزيانة وتحت مراقبة مستمرة من طرف مكتب السلامة الصحية لونسا. ومن بين التدابير اللي دار الدولة، تم تلقيح أكثر من 1,800,000 بقرة ضد الحمى القلاعية، وتلقيح حوالي 2 مليون راس من الغنم والماعز في المناطق الشرقية. كما تم علاج وتلقيح أكثر من 7 ملايين راس ضد الأمراض والطفيليات. كما تم السيطرة على بؤر مرض اللسان الأزرق وتلقيح أكثر من 148 ألف رأس في المناطق المصابة. وفي نفس الوقت داروا إحصاء وطني للقطيع كشف أن المغرب فيه حوالي 32,800,000 رأس من الماشية، وأكثر من 1,200,000 كساب. وهذه المعطيات غادي تعتمد عليها الدولة حتى في تحديد المستفيدين من الدعم ديال الكسابة.